السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا كلها. ربنا يخليكم لينا يا رب وما تحرمش منكم يا رب، كل اخواتنا وكل حبايبنا ومتابعينا في مصر وبره مصر والوطن العربي كله. طبعا قلنا النهارده نروح نقضي يوم كده جميل كده على البحر وخدت بقى الولاد وقلنا ايه نعمل جولة جميلة كده على البحر. طبعا منا حبت تبدأ معايا بالفيديو. تمام. ماسكة فيا. احنا دلوقتي واقفين على كوبري 45 على البحر. طبعا المنظر جميل زي ما انتم شايفين كده على البحر، منظر روعة ومنظر حلو، يعني مش عايز اقول لكم يعني الأجواء جميلة جدا جدا والله. ف يعني بصراحة قلنا كده نخرج كده ناخد اليوم كده من أوله ونقضي كده اليوم كده وهتستمتعوا معانا يعني بالفيديو كده، ونتمنى يا رب كده الفيديو يعجبكم. طبعا الأجواء يعني بصراحة حلوة أوي على البحر وهدوء وتغيير طبعا يعني عن النفسية وعن الشغل وعن الضغوط وعن الحياة. فطبعا خدت بقى الولاد كده وقلنا أول حاجة إيه نطلع كده على الكوبري كده 45 إيه نتصور الأول. وطبعا وقفنا قعدنا نتصور كده على الكوبري. انتوا خدنا طبعا جولة جميلة كده من على الكوبري كده ومنا طبعا مبسوطة ومستمتعة بتعمل لكم باي باي اهيت. ماشي. وطبعا المنظر من فوق الكوبري منظر جميل وروعة طبعا. زي ما قلت لكم ده كوبري 45 على صفر. فطبعا هنقضي كده يوم جميل كده ووقت جميل كده على الكوبري إن شاء الله. تستمتعوا كده معانا كده بالأجواء الجميلة وبالمنظر الجميل ده إن شاء الله كده يا رب. ومنى طبعا مبسوطة واقفة معايا طبعا على الكوبري عمالة تبص بقى على منظر البحر من فوق. حاجة روعة يعني روعة يعني فوق الروعة بجد والله العظيم. يعني الواحد لما يخرج وياخد يوم زي كده بجد ويقعد في مكان هدوء وفي مكان جميل زي ده طبعا يعني مش عايز اقول لكم يعني راحة نفسية نفسية جدا جدا طبعا. وعن برضو عن نعمل جولات كتيرة حلوة دلوقتي مع بعض. طبعا يعني منى مبسوطة جدا جدا أوي بالخروجة ديت. أختها شهد وطبعا مامتهم طبعا. ومنها تقول أنا عايزة حمص الشام يا بابا. طبعا جينا على عربية حمص الشام. كان يعني قلت لها عايزة بقى حمص الشام بقى هي بتحبه حراق. فأنا قلت لهم لأ أنا ما بحبش حمص الشام حراق. جبت لهم حمص الشام كلهم. وطبعا من هي قاعدة على العربية هي مبسوطة طبعا وكانت بتعمل لكم هاي طبعا يعني المنظر طبعا جميل طبعا. من على الكوبري من فوق من على البحر. إنها مستمتعة وقاعدة في العربية مش عايز أقول لكم يعني حاسة إن هي خايفة كده. فلو بقول لها أنت ليه خايفة يا منى كده متخافيش وبتبتسمي كده وتضحكي كده واعملي باي كده لحبايبنا ومتابعينا. هي بتبتسم وبتضحك اهي زي ما انتوا شايفين وبتعمل لكم باي. تمام. فجبت له بقى كل واحد حمص الشام كوباية حمص الشام. اللي خد بالشطة بقى خد واللي من غير شطة. فأنا ما بحبش الشطة كتير. منة جميلة عسولة بتبتسم لكم اهي. طبعا المنظر من فوق جميل طبعا. منظر روعة مش عايز أقول لكم. هنقضي بقى يوم جميل كده بقى منا بعد ما تخلص تعمل لكم بوسة. هي بتديكوا بوسة بعد بقى ما نخلص نقضي حمص الشام. مامتها بقى أختها راحوا قعدوا نزلوا على الشط تحت. أنا قلت أتصور أنا ومنى بس. فأنا حبيت أصورها هي لوحدها لأول مرة تطلع معانا في الفيديوهات. إن شاء الله كده مع يعني مع أي خروجة مع أي مكان نروحه إن شاء الله نتصور كلنا كده وإن شاء الله ننزل لكم فيديوهات جديدة. طبعا قعدت قالت لي يا بابا لا لازم نقعد ناكل حمص الشام. قلت لها لا يلا يا منى ننزل عند ماما وأختك على الشط تحت نقعد معاهم على الترابيزة واخدين ترابيزة بالكراسي بالشمسية على البحر تحت الكوبري. فمش عايز اقول لكم المنظر تحت طبعا جميل. فقالت لي بقى يا بابا خلينا نقعد هنا زي ما انتم شايفين كده. بص يعني بص عمالة مبسوطة بحمص الشام.
ف فطبعا يا رب كمان يبسطها كمان وكمان. وطبعا المنظر زي ما انتم شايفين كده من فوق من على الكوبري منظر جميل، منظر روعة. تمام. فإن شاء الله كده يا رب يعجبكم الفيديو زي ما قلت لكم، يا رب كده إن شاء الله. وكل ما أعمل فيديو جديد إن شاء الله هنزله لكم على طول إن شاء الله. طبعا قالوا لي يا بابا احنا عايزين ناخد جولة كده في البحر، في مركب بتتأجر، في مركب مثلا، يعني كل في مراكب حسب بقى، يعني في مركب بمبلغ، يعني مش عايز اقول مبالغ معينة. ف... فطبعا بناخده بقى زي ما انتم شايفين المركب كده. انا كان معايا حد يعني تابعي وكده، قلت له طب بص يعني بلاش صورنا بقى من المنظر الجميل ده، وزي ما انتم شايفين والمنظر التحفة الحلو الجميل ده الروعة ده. قلت له بقى ايه، سبت له التليفون، قلت له انا عايز بقى تصوير حلو وبدقة جميلة كده وعليه وإن شاء الله كده يا ربي يعني إيه يعجبكم الفيديو إن شاء الله كده. طبعا نزلنا خدنا مركب، أجرنا مركب أنا والولاد، قعدنا بقى نتمشى بقى يعني، اتفسحنا بيها طبعا في المية تحت طبعا في البحر، يعني قريب من الشواطئ كده زي ما انتم شايفين المراكب كده. كل مثلا كل أسرة أو كل عيلة واخدة مركب كده ونازلة كده تتفسح في المية تحت كده، أو تاخد جولة كده طبعا تحت. المنظر جميل والشواطئ والبحر المنظر روعة وحاجة يعني، بصوا استمتاع. أنا هتيجي المركب بتاعتنا دلوقتي أقول لكم احنا فين دلوقتي في وسط المراكب اللي انتوا شايفينها دي. أيوة بصوا شايفين المركب اللي هتلف دي، احنا هنا كده طبعا على المركب دي هتلف وهترجع تاني. تمام. وهنشوفه دلوقتي، بس يا رب تكون الصورة واضحة أو الرؤية واضحة أكتر. وطبعا قضينا يوم جميل، خدنا فسحة حلوة بالمركب بصراحة. ده المكان اللي بيقف فيه المراكب، المرسى بتاع المراكب. طبعا مكان كبير جدا جدا جنب برضه كوبري 45، يعني حاجة مكان روعة ومكان جميل بصراحة. وفي الشواطئ تحت شاطئ تحفة بصراحة، وقمة النظافة وقمة الاستقبال وقمة الأخلاق بصراحة. شايفين منظر السماء عامل ازاي، أجواء جميلة طبعا وأجواء حلوة، يعني مش عايز أقول لكم بجد والله يعني انبسطنا جدا جدا وقضينا يوم حلو والولاد كانوا مبسوطين. كان نفسي الكاميرا أو الرؤية تبيننا واحنا في المركب، دلوقتي هتيجي المركب دلوقتي تاني. كان نفسي الرؤية تبيننا كده واحنا في المركب كده مع بعض كده كلنا. تمام. يعني بصراحة كان يوم جميل، استمتعنا وخدنا جولة حلوة وبصراحة وكان يوم حلو وقضينا يوم جميل بصراحة يعني. الأجواء على البحر حلوة، والتغيير برضو النفسية عن يعني في الأماكن اللي هي الحلوة الراقية الجميلة اللي زي الشاطئ الهادية الحلوة دي بصراحة. تمام. فهنرجع بقى هو بالمركب تاني، هو زي ما انتم شايفين المركب اللي راجعة دي هي دي المركب بقى اللي احنا فيها. بس مش عارف يا رب كده تكون برضو الايه الرؤية تكون واضحة، او ان احنا نكونوا يعني باينين، مش عارف. هناخد بقى نرجع تاني كده بالمركب كده، هناخد برضو جولة تاني كده برضو. بصراحة يعني كان اليوم حلو، اليوم جميل بصراحة، قضينا يوم حلو، كان يوم ممتع. طبعا جبنا أكل بقى وقعدنا، وكان بصراحة كان نفسي أصور كل الكلام ده، بس طبعا أنا محبتش أطول الفيديو عليكم بصراحة. أنا اختصرت الفيديو، يعني أنا مصور حاجات كتيرة بصراحة يعني يعني في معايا يعني فيديو طويل قوي بصراحة. أنا يعني بصراحة محبتش أطول الفيديو عليكم، يعني قلت خلينا إيه نشوف الأجواء الحلوة أهم شيء. قلت الأكل والشرب ده أمره سهل، فيعني أو الأكل والشرب ده يعني فقلت أهم شيء إن انتوا تشوفوا الأجواء الحلوة الجميلة اللي احنا قضيناها كده مع بعض وكده. بصراحة كان اليوم حلو والبحر جميل بصراحة والجو ممتع بصراحة. انبسطنا جدا جدا احنا والولاد والله بصراحة، يعني كان يوم بسم الله ما شاء الله جميل، والولاد انبسطوا. طبعا زي ما انتم شايفين كده المركب بقى ماشية بينا اتجاه كده الكوبري بتاع 45، على ناحية كده اتجاه المنظرة والمنتزه. تمام. يعني كده المركب بتمشي بينا كده على الشاطئ بقى، بتاخد شاطئ 45 وشاطئ المنظرة وشاطئ المنتزه.
توصل لحد المنتزه كده أو قبل المنتزه. بصراحة الجو جميل والأجواء كانت حلوة وانبسطنا، ونتمنى يا رب يا رب نتمنى الفيديو يعجبكم كده، وإن شاء الله كده نقدم لكم فيديوهات جديدة وأحلى بكتير من كده إن شاء الله، برضو من على البحر إن شاء الله. ونشوفكم على خير وفي رعاية الله، مع سلامة الله، مع السلامة.